اعطي الاعاده وخلي الناس تحكم، وخلي الحكم ايضا اللي نايم. اظن ليست هذه اول مره. بركان ذهب ضحيه فيما قبل. الرجاء امام الاهلي لما جاب المخرج ضربه جزاء خياليه والكره لمست يد اللاعب الرجاء البيضاوي، وهي ما لمستش يد اللاعب الرجاء البيضاوي، لبست في فخذه. لذلك فاليوم لازم ان نهضه بركان صحيح انه خرج مرفوع الراس، لكن لازم يرفع شكوى، لان بهذه الطريقه مش ممكن تستمر. لا لا لا. شوفوا الفرق ما بين مباراة الذهاب ومباراة الإياب. مباراة الذهاب كانت فيه لقطة كان ممكن ينطرد فيها لاعب نهضة بركان، وهيثم تكلم عليها تقريبا 10 دقائق وما عنده الحق. ليش عنده الحق؟ لأن المخرج المغربي جمع جميع الزوايا. أنا أتكلم عن المخرج من المصدر في مصر وليس مخرجنا هنا جزاه الله خير. مخرج من المغرب جاب جميع الزوايا. اعطي الناس وخليها تحكم، وخلي الناس تاخذ كل واحد ياخذ رايه ويعطي رايه. هذه هي كره القدم. لكن بهذه الطريقه تهضم حقك. ولذلك اظن بان نهضه بركان خرج من المباراه في نفس، وانت تكلمتيني قلتي لي بان اللاعبين نهضه بركان خرجوا من المباراه. معلوم خرجوا من المباراه لان تهضم حقهم. لذلك ممكن نتكلم على التغييرات ونتكلم على الاسلوب اللي لاعبين هذا، لكن لازم نعود على بعض الاشياء. هو من المفروض في فار والعوده والرجوع الى الفار، لكن ساعطيك اللقطات. انت طلبت لقطات بالتحديد فيما يتعلق بركله جزاء، ربما هي لحظه عزيز حتى اكمل بعد اذنك. انت طلبت لقطات، حنوفر لك اللقطات بقنوات بي سبورتس فيما يتعلق بوجود حالات تحكيميه جدليه، وستعطي فيها رايك بكل وضوح وبكل صراحه، وسمنح لك الوقت الكافي. لكن اظن بان هناك اشياء لازم تغير كره القدم الافريقيه، لازم تغير. دائما كنا نخشى تقنيه الفار، لكن تقنيه الاخراج هي اللي اخرجت نهضه بركان اليوم. احنا لسنا بحكام، ممكن اللقطات ممكن نختلف فيها، لكن اعطيني الناس اللقطات. الاعادات اشتغلت فقط في الكروت الصفراء اللي نهضه بركان، لم تشتغل في كل الحالات اللي كان فيها شك.